خديوي إسماعيل أراد أن يستقل بمصر عند افتتاح قناة السويس، ويعلن أن مصر ملهاش دعوة بالخلافة العثمانية. طبعا احنا مش ناسين تاريخ إبراهيم باشا العظيم لما أكاد أن يدخل في الاستانة، ولا محمد علي باشا ولا فهو أراد أن يستقل، فحب يعمل حاجة عظيمة جدا. فكلم فريدريك أوغست بارتولدي، فنان عظيم ومهندس كبير، قال له أنا عاوزك تعمل لي تمثال بالقاعدة بتاعته يبقى 100 متر، فلاحة مصرية. خدوا بالكم التمثال ده اللي هو موجود في أمريكا دلوقتي ده كان المفروض يبقى في مصر. تمثال الحرية اللي في أمريكا في مانهاتن اللي انتوا بتشوفوه هناك هو ده اللي إسماعيل باشا طلبه من بارتولدي. فبارتولدي قال له أوكي، قال له هنحطه على مدخل قناة السويس. وبارتولدي اقترح أن يكون النور الذي يضيء آسيا، يعني مصر بقى تنور آسيا كلها من أولها لآخرها. فوافق بارتولدي وابتدى يشتغل في التمثال العظيم ده، هو كبير قوي. كان سنة 1869 قالوا التمثال جاهز ويلا، قال له الخزانة خاوية ما فيهاش. بارتولدي كان طالب قد ايه بقى في الوقت ده؟ 600,000 دولار، ده غير الشحن بتاع التمثال الكبير ده. فاسماعيل باشا قال له اجيب لك منين؟ الخزانة خاوية وانا مش. الراجل اتجنن و يعني اتملى بغل شديد جدا، خصوصا ان فرنسا خدته منه بثمن بخس، وقالت له انا هديه هديه لامريكا في الاحتفاليه المئويه لاستقلال امريكا. فالراجل طبعا منه 600,000 دولار، شوفوا بقى في الوقت ده يعني قد ايه. فنقم على الخديوي اسماعيل. بعدها ب7 سنوات راح مطلع التمثال العار بتاعه ده هو. فيبقى ناخدوا بالكم عشان هم بيقولوا ده فنان، ويعني ده القوة بالنسبة لهم هي جزمة على رأس مش عارف ايه، ومحاولات التفسير انه قهر الهيروغليفية، انه جاب شامبليون وحطه على. اولا شامبليون بريء من هذا الموضوع. شامبليون مات 1832، اتولد 1790 وما كملش، يعني حوالي 42 سنة، ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، انما هو يمثل الحضاره. فتيجوا وتحطوا على راس ملك عظيم، وشامبليون نفسه اللي قال imagination fails and falls lifeless at the feet of ancient Egyptian civilization، يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت اقدام الحضاره المصريه القديمه. تبقى انت تجيب شامبليون وتحط قدمه على رأس أحد ملوك مصر. طبعا واضح هنا في اللي احنا بنسميها واحد خبط واحد حادثة، إنما في ترصد وسبق إصرار، ده موضوع تاني. بارتولدي عنده ترصد وسبق إصرار إن يهين الحضارة المصرية، لأن بعدها ب7 سنين مش قبلها، بعد ما اترفض التمثال بتاعه، طلع التمثال بتاعه ده هو، تلقفته الكوليج دي فرانس، وموجود في مدخل الكوليج دي فرانس لغايه النهارده. وهناك محاولات مفيش فايده، ولكن المؤسف ان السفير بتاعنا علاء يوسف في فرنسا اخيرا، واللي كتب الكلام ده الدكتور زاهي حواس، اقترح ان التمثال يظل في مكانه ويتكتب تفسير، وانه لم يكن يقصد شيئا، وانه بيجل الحضاره المصريه القديمه اللي هو بارتولدي. وبارتولدي التلفزيون الفرنسي يعلن
أنه ماسوني، وإن هو هذا الرجل يحقق ما قاله سيغموند فرويد في كتابه موسى والتوحيد: عقدة العبرانيين الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة. ولو أضفنا إلى هذا $600,000 اللي ما خدهمش، فواضح إن التمثال ده هو عملية انتقامية. الله بالتأكيد. السؤال هنا، نظرتي لهذا التمثال إيه؟ ده اعتداء على الحضارة البشرية كلها. لما رمز الحضارة بتاعت مصر أحد ملوكها تحط جزمة شامبليون عليها، ده أنت بتدوس على الحضارة كلها. ده الحضارة دي كلها اللي قال عنها أفلاطون: ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر. كارين شوبرت عمدة برلين الحالية يقول: كيف كان سيكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. ويجي ولس باتش ويقول: نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية. ثم أنت تجيب أحد رموز هذه الحضارة اللي المفروض تبقى على رأس فرنسا نفسها وتحطها تحت قدم شامبليون، وشامبليون بريء وفرنسا بريئة، إنما الذي يجب أن يدان هو أوغست فريدريك بارتولدي. هل إذا كانت فرنسا بتفسر إن القدم دي ما هيش عيب، وزي ما البعض بيطلع يستخف بعقولنا ويقول ده بيحط رجل على رجل في وش أي واحد، ما هيش عيب. طب هي لو ما هيش عيب، هل فرنسا مثلا تقبل على سبيل المثال إن دار ابن لقمان في المنصورة يطلع واحد مسال وجندي مصري حاطط رجله فوق راس لويس التاسع؟ يقبلوها ونقول لهم اصل الحذاء ما فيهوش عيب وما فيهوش اي حاجه؟ هل تقبل فرنسا على سبيل المثال ان جورج الثالث يضع قدمه على راس نابليون بونابرت حين انهزم في موقعة ووترلو وسجن في سانت هيلانا؟ ما ممكن اي حد يقدر يعمل الكلام ده، انما احنا ما بنعملش الكلام ده. لان الحضاره وهي سيفيلايزيشن جاءت من كلمه سيفيليتي، وسيفيليتي كلمه في القاموس معناها politeness، الادب، good manners and treatment to others، رقه التعامل مع الاخر. احنا ما بنعملش الحاجات دي. احنا ممكن نوعى، احنا ممكن نعمل تمثال لهتلر بدبابه تحت الارك دي تريومف في باريس، لكن احنا ما نعملش الكلام ده. وقد اشار علي البعض بهذا. كل اللي عملته ان انا اتصلت بالدكتور محمد زينهم، استاذ في كليه الفنون التطبيقيه، قلت له اعمل لي تمثال وكلفه باي شيء. قال لي شكله ايه؟ قلت له شامبليون واقف ايده شمال على حجر رشيد اللي هو فك رموزه، وبالمناسبه دي مش لوحده، شامبليون هو اللي فك الرموز دي. قبل منه ب1000 سنه واحد اسمه ابن وحشي هو اللي ساعد في هذا. وبعد كده يوحنا الشفتيشي ساعده لما كان في باريس، وبعد كده توماس يانج في انجلترا. الثلاثه دول ابن وحشي ويوحنا الشفتيشي وتوماس يانج مهدوا له السبيل، فهو ساهم في الاخر، انما الفضل يعود له اولا واخيرا. فرنسا لا تقبل هذا طبعا، واحنا لا نقبل ان تكون التماثيل بتاعتنا بهذا الشكل. انما التمثال اللي انا عملته كلف 20,000 جنيه، ولكن دكتور محمد زينهم ما رضاش ياخد ولا مليم. قال لي انا لست اقل وطنيه منك. تمثال ضخم، شامبليون حاطط ايده الشمال على حجر رشيد، وراكع قصاده بارتولدي يسجد له يطلب المغفره، وشامبليون بايده اليمين وصبعه ده بيقول له: كيف تضعني وتمثلني في هذا التمثال، تمثال العار، وانا القائل يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك
تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة. الله. هذا التمثال عندي، وعلى استعداد أن أعطيه هدية لكلية الآثار، لجامعة القاهرة، للقوات المسلحة، لأي حد، على شرط أن يضعه في مدخل هذا المكان. فده بالنسبة كل اللي قدرت أعمله هو بالشكل ده، ولكن ما أعملش بالمثل إن قدم فلان على فلان على أحد الرموز مهما كانت الرموز دهيا، مع إن إحنا زعملنا كده ده تاريخ، إنما برضه الحضارة هي أن لا تؤذي مشاعر الآخرين. يا سلام. في نهاية كلمتي المفروض نعمل إيه؟ التوعية، وإن حملة شعبية قومية، ونطالب بهذا، لأن دي مهانة لمصر ولتاريخ مصر وللحضارة كلها. ونعتمد على حاجتين: إن هناك قانون دولي يحتم على إن أي عمل فني لا يجب أن يؤذي مشاعر أي شعب أو حتى أي إنسان، وهذا التمثال يؤذي مشاعرنا. فإحنا بناء على هذا القانون الدولي نقدر نطالب. الحاجة الثانية ان بارتولدي ما عملوش اوت اوف ارت فنان كده، لا، ده عامله قصد، سبق اصرار وترصد ونقمه وكراهيه لاسماعيل باشا، فعمل هذا التمثال ردا عليه. الله عليك. بعد الحملات اللي احنا هنعملها دهيا ونتكلم عنها ونكتب عنها، وبالمناسبه دهيا انا كتبت عنها مقالات كثيره جدا، ولما جت الدكتوره ايناس عبد الدايم وزراء الثقافة قبل كده ما حدش سأل فيا، رحت لها قلت لها شوفي بقى، إذا أردت كلاما اذهب للرجال، وإذا أردت أفعالا اذهب للمرأة، وأنت امرأة وأنا عاوز منك أفعال، نعمل إيه؟ قالت لي تروح روما للأكاديمية وتتكلم عن هذا الموضوع. ورحت اتكلمت عن هذا الموضوع، وطالبت أكاديمية العالم كله أنها تطالب برفع هذا التمثال العار اللي موجود. وبعتتني مرة تانية لباريس واتكلمت في هذا الموضوع، والبركة فيكم الموجودين انهم يثيروا هذا الموضوع. واطلب ايضا من الدكتور محمد بكري ان هو اذا هذه يعني الوعي العام والمطالبة ما جابتش نتيجة، ان احنا نقدر خلال الافراد المؤسسات، انا ما اعرفش من الناحية القانونية، ان احنا نرفع قضية وان احنا نطالب برفع هذا التمثال الذي يسيء لفرنسا اولا ولشامبليون ثانيا وللمصريين اولا واخيرا. اشكركم جزيلا. شكرا استاذ الدكتور حسين السيسي. ومن يستطيع ان